الإخوة والأخوات أبناء شعب مصر، لقد أثرت التخلي عن سمعتي ونزاهتي، وذلك حتى يتأكد الشعب المصري من أن رئيسه السابق يمتلك أرصدة وحسابات خارج جمهورية مصر العربية. وسيتضح من الإجراءات المعمول بها أن أنا وزوجتي وأبنائي علاء وجمال نمتلك عقارات وأصول عقارية بصورة غير مشروعة وغير قانونية، وقد قضيت عمرا في خدمة منصبي كرئيس للجمهورية، واضعا تاريخي العسكري والسياسي فوق مصالح الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار، وإيمانا من جانبي بأنه لا يصح في النهاية إلا الصحيح، فإنني أحتفظ بملكيتي لأي أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج. الإخوة والأخوات، ستظل مصر دائما لأبنائي علاء وجمال هي الهدف والرجاء. وفق الله مصر وشعبها وسدد على طريق الخير خطى أبنائي علاء وجمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.